اهلا بكم. جوزفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك السابق قال لك انا غير الان على مستقبلي كمدرب، انما الان على مستقبل نادي الزمالك العظيم. في اخر مؤتمر ليه هو مؤتمر ودعه، وقد كان. ناخدها واحده واحده علشان ما نتوهش من بعض. مبدئيا في اجتماع مجلس اداره يوم الاحد بمشيئه الله لمناقشه حوار اوسيريو، وانا بقول لك ما فيش نيه لرحيل الراجل على الاطلاق لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها. الحاجه الثانيه، اول حاجه بالنسبه لرحيل اوسيريو، انا مش معاه على الاطلاق وغير مؤيد لرحيل اوسيريو على الاطلاق. ممكن اوسيريو ده يكون مدرب كويس وممكن يكون مش كويس. طب ده يبان ازاي ونعرفه ازاي يا باشا؟ يبان ازاي ونعرفه امتى؟ ده من خلال ان يكون في صفقات محترمه، يكون في فريق محترم، سكواد محترم، دكه محترمه. الزمالك بيبدا كويس، ما بيقدرش يكمل. ليه ما بيقدرش يكمل؟ عشان انت ما عندكش دكه محترمه ولا ادوات ولا عناصر تنزل تغير الجيم لصالحك. فده طبيعي الف ب ما تعتبش على المدرب على الاطلاق. الحاجه الثانيه، لو مشيت اوسيريو الصبح وجبت بعد الظهر جوارديولا، مش هيضيف شيء لنادي الزمالك العظيم على الاطلاق. في ظل وجود الصفقات الكاسره، الزمالك محتاج غربله بنسبه 100%. الاداره لازم تغربل الفريق. في عناصر لا تليق لارتداء فانيله نادي الزمالك، وعناصر مفنشه كوره، وعناصر لا تصلح. وده واقع قدامنا ومنطقي. والزمالك خلاص، ما تقوليش دوري، الدوري كده كده انت مش هتاخده، ومش هتنافس كمان على كاس مصر، نصف نهائي كاس مصر امام بيراميدز انت هتخرج بنسبه 100%. الزمالك بالاسكواد الفقير ده مش هيجاري فرقه بيراميدز. فلازم نبقى عارفين ده كويس. قدامنا الكونفدراليه ده بعد ما تعمل 5 6 صفقات سوبر في الانتقالات الشتويه. غير كده ما تسالش على بطولات. وجمهور نادي الزمالك اللي بيحرق دمه كل 10 دقائق وكل ماتش وكل يوم وكل يومين، والله العظيم حاجه تحزن. احنا مش ناقصين، كفايه اللي فينا. عموما بالنسبة لإدارة نادي الزمالك أحمد سليمان تحديدا، ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش يا باشا اللي حصل قبل كده يحصل تاني. احنا عايزين نشتغل باحترافية وباحترام وبحاجات كويسة. تقول لي ازاي احترافية؟ يعني مش كل حاجة تطلع تتكلم انت في الإعلام بصفتك ايه، تتكلم انت على بن شرقي وساسي وطارق حامد والصفقات. يا باشا في متحدث رسمي إعلامي باسم نادي الزمالك العظيم، اعمل يا باشا صفقات واشتغل في الخفا، واطلع اتكلم لما تخلص الصفقة في الانتقالات الشتوية بمشيئة الله. مش عايزين الشو والمنظره الكدابه، ومش عايزين اللي يحصل قبل كده. احنا بنشكر في مجلس الاداره وبندعمه من الالف للياء. مش عايزين اللي حصل قبل كده يحصل تاني في نادي الزمالك على الاطلاق. احنا ما صدقنا انتهينا من الحقبه الاسوأ في تاريخ نادي الزمالك العظيم. اما بالنسبه للزناري وصبحي واحمد فتوح اللي تم خصم اكتر من 50% من قيمة عقدهم، احب اقول لك ان احنا دخلنا في نفق مظلم مع فتوح كمان، ومش بعيد تلاقيه جنب امام. الزمالك مش هيقف على حد، ولكن احنا مش حابين الكلام ده ان يحصل في نادي الزمالك، وعايزين دايما الامور تمشي لمصلحة التيم، لمصلحة فريق نادي الزمالك العظيم. عموما بالنسبة لي انا شخصيا، حراسة نادي الزمالك علامة استفهام. محمد عبد المنصف انا بحترمه، والله العظيم بحترمه جدا، ولكن ايه مؤهل محمد عبد المنصف ان هو يخلص النهارده ويفنش ويعتزل ويمسك حراسه مرمى نادي الزمالك؟ ما ينفعش يبقى مدرب حراس نادي الزمالك. احنا عايزين حد كفء وعايزين حد اجنبي ما عندوش اساسا مؤهلات ان هو يمسك محمد عبد المنصف على الاطلاق. والله العظيم حراسه مرمى نادي الزمالك دايما في النازل في كل الماتشات. الزمالك بيستقبل في كل الماتشات. طب دفاع نادي الزمالك يا باشا مش علامه استفهام، ده 10 علامات استفهام دفاع نادي الزمالك العظيم. تقول لي ازاي؟ انا بالنسبه لي المسلوسي مش احسن حاجه، اوعى تفتكر ان المسلوسي ده احلى حاجه، ولكن لاعب راجل وانا بحب الرجاله. بمعنى كده ان اللاعب اللي بينزل في الملعب بيلعب برجوله. انا اعشق الراجل الجدع الشهم اللي بيأدي برجوله وعزيمه واصرار وبيخاف على التيم. فاذا حمزه المسلوسي هنحطه في التيم، ويا باشا حط معاه الونش لما بيرجع بالسلامه. ولو حليت حوار فتوح وجدد بمشيئه الله، باقي خط الدفاع ملوش اي لازمه على الاطلاق. والله العظيم 3 ما ليه اي لازمه على الاطلاق. طب نص الملعب يا باشا ده عربيه نقل محمله علامات استفهام. نص ملعب نادي الزمالك يفتقد كل المزايا، مفيش اي مزايا على الاطلاق. انت عايز طارق حامد وعايز جنبيه واحد زي الفرجاني ساسي. انت محتاج الناس دي، محتاج حد كويس في نص ملعب، مش حد لا ده بقوا 2. ومحتاج كمان ان انت تجيب حد جنب الونش ورا، ومحتاج حد في الحراسه يرجع زي ابو جبل او جنش. الزمالك سبحان الله انا مش فاهم ايه اللي بيحصل عندنا في خط الهجوم كمان. انت لما بتتكلم عن زيزو واوباما بيتطور عشان ما نظلموش، ومصطفى شلبي ربنا يرجعه بالسلامه، انت بتتكلم على الجزيره راس حربه انا احبه انه يكون دكه. محتاجين حد سوبر، وباقي الخطوط لازم تكمل. الوينجات اللي بيختار اساسا
المحترفين في الزمالك راجل اعمى والله العظيم. اللي اختار المحترفين في الزمالك سواء نضاي او سامسون او اي حد اخترناه قبل كده والله العظيم راجل اعمى على الوضع اللي احنا شايفينه. ما يرضيش ربنا قسما بالله. نتمنى بمشيئة الله، نتمنى بمشيئة الله تعالى تصحيح المسار لزمالكنا العظيم. ما ينفعش الزمالك يستقبل في كل الماتشات، ما ينفعش فريق كبير بينافس على الالقاب يستقبل في كل الماتشات اهداف. لا دفاع كويس ولا حراسه مرمى كويسه ولا خط دفاع كويس ولا بنقدر نكمل وبنهاجم ولا لنا اساسا شخصيه في الملعب. الزمالك كل الفرق دلوقتي ما بتهابش نادي الزمالك على الاطلاق، ما فيش حد حاطط الزمالك قدامه وخايف منه، كل الفرق نازله وعايزه 3 بونت. ده ما يرضيش ربنا. احب اقول لك حاجه، انا مش هتدخل في ماتش الاهلي وصن داونز، بس انا عايز اقول لك ان والله العظيم الماتش الاولاني في صن داونز الاهلي اساسا رايح راهب فكره صن داونز، خايف من صن داونز، رغم ان والله العظيم صن داونز يعني مش هقول لك فريق عادي، لا هو فريق تقيل وفريق افضل فريق في القاره بيلعب كره على الارض وافضل فريق بيتطور في القاره وفريق عظيم، ولكن الاهلي عمل له حساب اكتر من اللازم. الاهلي في الشوط الاول هنا في القاهره كان يقدر يفنش 3 و4 والله العظيم لولا الحظ. ايه اللي انت تستفاده من ده؟ اللي تستفاده ان الاهلي نازل مع صن داونز خايف من صن داونز. هكذا الاهلي والله العظيم كل الفرق بلا استثناء بتنزل عامله حساب للنادي الاهلي العظيم، نفس الحساب ده عمله الاهلي لصن داونز فخسر من صن داونز. كل الفرق بتعمل حساب للاهلي والله العظيم، كل الفرق بلا استثناء بتنزل خايفه من الاهلي ومغلوبه كمان ومهزومه نفسيا، لان الاهلي عامل لنفسه شخصيه محترمه، هي الشخصيه اللي لعب بيها الشوط الاول بس هنا في القاهره، ولكن الماتش الاول في بريتوريا ماتش لا يمس للاهلي بصله على الاطلاق، رغم ان الاهلي كان له ضربه جزاء واضحه لبيرسي تاو وما اتعادتش، شفناها بعد الماتش وضربه جزاء واضحه 100%، ولكن الاهلي هو اللي ضيع الماتش من صن داونز. صن داونز ده بالنسبه لي مش بتاع السنه اللي فاتت والله العظيم خالص، والاهلي هو اللي ضيع الماتش، ومش هنقول غير قدر الله ما شاء فعل لجمهور نادي الاهلي العظيم. احب اقول لك ان الزمالك ما عندوش شخصيه في الملعب، هو ده اللي انا بتكلم فيه وبتكلم عليه. ما فيش فريق بينزل قدام نادي الزمالك وخايف من نادي الزمالك او مهاب نادي الزمالك، لا ده كل الفرق واخده على الزمالك ومش فارق معاها ماتش الزمالك، ولا وبيلعبوه كاي ماتش عادي. ويا باشا خلاص الموضوع اصبح في كره القدم المصريه بعد دخول الصفقات وبعد دخول فرق الشركات الموضوع خلاص، وبالذات بعد وقوع نادي الزمالك في مجلس الاداره السابق. الزمالك اصبح دلوقتي والله العظيم حاجه تحزن قسما بالله. نتمنى تصحيح المسار لزمالكنا العظيم. هارد لك للاهلي الخروج من بطوله كبيره دوري السوبر الافريقي، وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل بمشيئه الله، وبالنسبه لزمالكنا العظيم بمشيئه الله الى الامام وفي تطور بمشيئه الله. نتمنى صفقات سوبر، لازما صفقات سوبر في الانتقالات الشتويه بنسبه تفوق ال 100%، 5-6 عناصر على الاقل وفي كل المراكز لازما تدعيمات. ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس ليصلك كل جديد حبيب قلبي.